السلام عليكم متتبعين شيوات سوسو. اليوم غنشارك معكم واحد الطريقه ديال التشارميل ديال الزيتون هذا الكحل كتجي واعره. كيجي منسم بهاد العطريه اللي غادي نديرو ليه. يعني عندنا شويه ديال ورقه سيدنا موسى، شويه ديال الكمون، تقريبا واحد الكشاره صغيره والابزار. الملح ما غاديش نديرو لانه مالح، واحد العريشه ديال الازير، شويه د الربيع والمعدنوس، واحد الثومه ولا جوج اللي بغيتو محكوكين، شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزيتون وشويه ديال الاوريغانو. يلا تفضلي بطريقه اختي حنونه، هي اللي غتشرمي ليا هذا الزيتون هذا. بسم الله. ونشيل الكميه اللي بغيتو ديال الزيتون. صراحه احسن من انه يبقى بحال هكا يتكالما، واخا هو زوين هكا، ولكن ملي كيتنسم راه كيجي فيه واحد المذاق واعر. هنا عندنا الربيع والمعدنوس. هذا المعدنوس دزت المعدنوس. انا دايره الربيع مطحون هو لتحت، وزدت عليه المعدنوس اللي بغيتو. الا ما بغيتوهمش بجوج ماشي مشكله، اللي كتفضلوا. الثومه دائما حسب الرغبه، بغيتو ديروا 2 ضريسات 3. المهم انا هنا اكتفيت بوحده كبيره، واحده ونص تقريبا كبار، باش ما تجيش المذاق ديالها قوي. ازير ضروري. هنا شويه قلت لكم الابزار وشويه ديال الكمون. الملح ما درتوش لانه الزيتون مالح، مع العلم انني غسلته شي 3 الخطرات ولا 4 بالماء السخون باش ينقص من الملوحه، كيكون مالح بزاف. هنا ازير، الوريقات ديال العريشات ديال الازير. صراحه هذا راه زوين فاسكو اخضر، كيجي زوين هذا الزيتون هذا. يعني انا جربته من قبل. المهم قطعنا هذاك ازير اللي قلت لكم ضروري، وهاد وريقات ديال سيدنا موسى حتى هما بحال هذا الشكل هذا، ما غير كتكسروهم وتلوحوهم. يعني هاد كامل هاد الاعشاب منسمه كيجوا زوينين. صافي. وواحد الكميه ديال زيت العود. هنايا ضفت شويه ديال الزعتر، ايوا الزعتر حتى هو كينسم، كيجي مذاقو زوين، كيتماشى مع الازير وزيت الزيتون. هنا وغادي ملي زدت الزعتر غنضيفو شويه ديال زيت الزيتون، يعني كميه لا باس بها، تقريبا واحد نص كاس ولا كاس صغير، لان الزيت كيبغي الزيتون. وبهذه الطريقه هذه كيبقى مده طويله كتحتفظوا به في الثلاجه، راه ما كيخسر، باش ما بقى اكثر، باش ما كيتشرب هاد المكونات هادو ديال العطريه وهاد الاعشاب هادي، يعني كيجي المذاق ديالو زوين. يعني الطريقه قلت اننا نشاركها معكم. صراحه احسن من كيبقى الزيتون بحال هكاك بلا عطريه. هذا زوين. اللي بغى الحار يزيد، يقدر يزيد حتى شويه د الهريسه. الناس اللي كيبغيو الحار راه يجي فيه مزيان. صافي. هنايا كنردوه في شي سوبيره باش يبقى في الثلاجه. راه كيف اللي قلت لكم، باش ما بقى يعني 2 الاسابيع او اسبوع 15 يوم، وهما هذوك الاعشاب كيطلقوا المذاق ديالهم، كيجي رائع، وكتكون ديك الزويته حتى هي يمكن لكم انكم تغمسوا فيها، زوينه صحيه. كنديروه بحال كيف شي سوبيره وكندخلوه الثلاجه كيف اللي قلت لكم هنا حتى الاخر. وكنضيفوا عاوتاني واحد شويه بزيت، باش ما درتو ليه الزيت راه هذا الزيت ما كيضيعش، يعني راه كتبقاو انكم تغمسوا فيه، راه كيجي المذاق ديالو رائع. حتى الشكل ديالو الصراحه كيجي زوين، يفتح الشهيه ومختلف بحال هكا في الفطور او الكسكروط، كيجي مزيان. بسم الله. الله يعطيك الصحه. صراحه لذيذ بزاف والله، المذاق ديالو رائع. نتوما تبارك الله مع ازير والمعدنوس وهذا الشيء. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم يعني خفيف ظريف يعجبكم في هذه الطريقه هذه ديال الزيتون. كنشكركم دائما على المتابعه. الى اللقاء، موعدنا الفيديو قادم ان شاء الله.